السلام عليكم. هنبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي حبايبي معايا. عايزة رأيكم في الكومنتات، وأمانة عليكم أنا كل اللي أنا طالباه لايك واشتراك في قناتي. صدقوني مش حاجة صعبة عليكم، بس الحاجة دي تهمني جدا جدا عشان كل الناس تشوف فيديوهاتي واكبر بيكم وليكم. بالله عليكم يا حبايبي تشتركوا في قناتي. عايزه اشتراكات كتير وعايزه كومنتات كتير ولايكات كتير، وتصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم في الغدا ده ايه. النهارده انا عملت رز بسمتي بالفراخ، تمام، بس عملتها بالبانيه مش بالفراخ. عملت رز بسمتي اهو، وعملت البانيه اللي عليه دي، تمام. هي عامله زي شاورمه الفراخ، بس انا مش حاطه فيها، مش مقطعه البصل ومش مقطعه الطماطم ولا الفلفل. كل ده انا عاملاه ازاي؟ عاملاه في الخلاط. عملته ازاي البانيه ابو صلصه؟ عملته ازاي؟ حطيت طماطم وبصل وفلفل وثوم ورق لوري وكل التوابل اللي عندنا، تمام. حطيتها في الخلاط وضربتها ورحت حطها على البانيه، وطبعا حطيت سمنه وتبلتها وبقت بالمنظر ده، تمام. وبقت بالصوص الاحمر كده. ولادي بيحبوا يحطوها جدا على الرز البسمتي بالمنظر ده، وبقى بالمنظر ده يا حبايبي، تمام. والرز البسمتي انا شرحته كتير قبل كده، وان شاء الله هجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ده كان غدانا النهارده، تمام يا حبايبي. اتمنى تجربوه وتعجبكم، وبالله عليكم تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي رايكم ايه. وعايزه كل الناس تجربوا، تمام. وعايزه كل الناس تشير الفيديو، وعايزه كومنتات كتير واشتراكات في قناتي ولايكات كتير، تمام يا حبايبي. واستنوني بكل جديد وجديد مع ام سيف للاكل البيتي. السلام عليكم.